السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد الفيديو يكون لقاكم في أحسن الأحوال. واش سمعتوا شي مرة على المكونات الخطرة اللي كاينة في الكريم سولير ولا لا؟ حتى أنا صراحة كنت كنستعملهم ولكن ما عرفت حتى شي انفورماسيون عليهم تحت الطلب ديال مجموعة من المتبعات قالوا لي غدير لنا اون فيديو تقول لنا المكونات زانفورماسيون على الكريم سولير بحكم الفيديو قبل اللي درت، وحاولت نجمع لكم خلاصة ديال أغلب لي كريم اللي كيستعملوهم البنات. أول كريم سولير لقيته هو إيزيس فارما، بريسك أغلبية البنات كيستعملوهم، حتى الأطباء لي ديرماتو تا هما كيريكومونديو هاد الكريم سولير. صراحة صدمني أنا، إيماجي عطا تطبيق 44%. علاش 44%؟ حيت المكونات ديالو رانا نقول لكم دابا الأخطار ديالها. فيه أولا هذا ديال إيزدين، فيه هاد زينك أوكسيد، الزنك أوكسيد كيدير تهيؤ الحساسية لبعض الأنواع ديال البشرة، وفيه دي بارتيكول اللي بريسك ما كيكون نانو، يعني دي بارتيكول اللي صغيورين عندهم أخطار حساسية بزاف د الحوايج، سورتو إلا دازو مع الجهاز التنفسي خطر، ممكن يديرو حتى السرطان. لا قدر الله إلا دازو عبر الجهاز التنفسي. دونك هاد البارتيكول ديال زينك أوكسيد خطر أنه يكون في شي كريم سولير. فيه تيتان حتى هو كيدير السرطان، بزاف د الحوايج، وفيه شوائب اللي مزويناش، وعطاه ترقيم اللي هو 44%. كاين هاد ACM، ACM صراحة أنا نيت استعملته و ولكن صدمني. إيماجين 10%، ترقيم اللي هو سيء جدًا، 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 جدًا الصراحة. كاين هذا ديال sensitive gel، هذا ديال لايلوك، حتى هو المكونات ديالو ماشي زوينة. مثلًا هاد الميتيل هاد الميتيل سمية طويلة، كيأكسد مع الشمس وممكن يدير مشاكل تحسسية وبزاف د الحوايج ومشاكل هرمونية أيضًا. كاين هاد الأزفائر اللي صراحة صدمني. حيت كنمشي نشري ديما كنلقاه رخيص، كنقول راه كل ما كان رخيص كل ما كيكونش زوين. هذا رخص من اللي كنصاوبوا العاديين، والترقيم كان زوين. عطاه ترقيم اللي هو 93%، ترقيم جيد جدًا، وقال لك لي بارتيكول ديالو آمنين 100%. يمكن ما فيهش شي مواد اللي هي فعّالة بزاف ليه الشمس، ولكن راه فريمون صحّي بزايد، ما تيأذيش لابو، والترقيم زوين 93%. يعني كيريكوموندي تطبيق 100%، بريسك راه شاف كاع المكونات ديالو. كاين هاد إزدين، أنا كاع نصحوني بزاف بهاد إزدين كوم كوا كيقولوا لي راه زوين وكيحارب زعما الشمس وداك الشي. عطاه ترقيم 43%، الترقيم اللي هو حتى هو سيء. علاش؟ فيه هاد إتيكسيل ساسيليت، هذا لا علاقة حتى هو برودوي اللي هو هاد زعما هاد الانغريديون خايب. هاد بيتيل ميتوكسي شي حاجة، ساليسيليت، هذا راه فلتر ديال الشمس اللي هو ضعيف، ما تيعطيش زعما شي ديك الفعالية ضد الشمس، وممكن يدير اختلال هرموني بالنسبة للنساء. اختلال هرموني ممكن. مثلًا هاد بيتيل الآخر، البيتيل الآخر تيتانيوم، التيتانيوم حتى هو ما زوينش. التيتانيوم حتى هو عنده إفي خايب، مسرطن سورتو إلا داز مع الجهاز التنفسي. تحت الطلب ديال بعض المتتبعات قالوا لي هضري لنا على هاد هداك الأونتي imperfection، تيقولوا عليه زوين وداك الشي، راه بصح زوين، عطاه ترقيم بلي هو جيد. كاين هذا ديال لونتي اج ديال افين، هذا واحد الانفلونسوز كاع دارت عليه اون فيديو كوم كوا راه زوين وداك الشي، الترقيم اللي عطاه خايب صراحة. ايماجين 34%. شناهي 34%؟ يعني راه ما المكونات ديالو لا علاقة. فيه هاد الميتيلين بشي حاجة، هاد الميتيلين بنزو، هذا فلتر ديال الشمس مشكوك في التأثير ديالو على الكبدة وحتى البيئة. راه زعما عنده مشكل، كيدير مشاكل في الكبد ديال الإنسان. كاين فيه هاد الألمنيوم ستراش، هاد الألمنيوم ستراش هو مكون مشتق من الألمنيوم، والألمنيوم تراكم في الجسم تيدير مشاكل اللي هي عصبية، بزاف د الحوايج، بزاف د الحوايج وممكن يديرها لابو. هادشي بالنسبة للكريم سولير أفين. بالنسبة الكريم سولير الموالي اللي غادي نهضروا عليه، هاد الهيليوكير، هاد الهيليوكير أويل حتى هو مضاد للشمس كوم كوا راه هداك. عطاه ترقيم 55%، ترقيم صراحة ما عجبنيش. فيه تيتانيوم، ديجا هضرت على التيتانيوم والأخطار ديالو. التيتانيوم مادة ما زويناش، التيتانيوم كيدير لي نانو ديالو كيديرو إلا دازو مع الجهاز التنفسي كيديرو مشاكل اللي هي كبيرة بزاف. قال لك راه ما فيهش زعما بارتيكول وكذا وكذا، ولكن عطاو زعما فيه نسبة قليلة ديال التيتانيوم. هادشي علاش عطاوه تقييم اللي هو جيد، ربما جيد إلى حدٍ ما 55%، يعني موية ممكن تستعملو. هادشي بالنسبة لهاد الكريم. بالنسبة للكريم اللي صراحة كلشي كيستعملوه، بريسك كاع البنات كيستعملوه، هذا ديال فيشي. كيف كتشوفوا هاد الكريم سولار ديال فيشي، سواء مولتيفليون شي حاجة بحال هكا 50 بلس 50 بلس، فيه الألكول دينيت.
الترقيم اللي عطاه ما زوينش 40% ترقيم ضعيف جدًا صراحة، كون كريم سولار ترقيم ضعيف. فيه هاد الألكول دينيت، هاد الألكول دينيت حتى هو راه برودوي اللي كييبّس البشرة، شي كييبّس حرفيًا ييبّس البشرة، تيدير تغيُّج سورتو للبشرة اللي هي حساسة. وفيه الفينوكسيتانول، ديجا هضرت في لي فيديو كاملين اللي لاحظتو الفيديوهات اللي قبل اللي كان ديولي، كنت كنقلّب على دوك الدراسات اللي دارو على الفينوكسيتانول. الفينوكسيتانول واحد المادة اللي هي خايبة لابو، مادة حافظة سامة للأعصاب عند الأطفال وكذا تحسُّس للبشرة. ترقيم اللي هو سيء 0%. عرفتي شناهي 0%؟ يعني بدون فائدة، وكاع البنات كيستعملوا فيشي. كريم سولار عندك الفيشي ولا روش بوزاي كاع البنات كيستعملوهم. بالنسبة هذا هو الترقيم ديالو كما قلت لكم 0% ترقيم اللي هو سيء. فيه الفيروكسيتانول، ديجا كنهضر على الأخطاء تاع المادة راه خايبة بزاف. بالنسبة للكريم سولار اللي قلت لكم كيستعملوه أغلبية البنات هو لا روش بوزاي، كاع البنات تاع المغرب كيستعملوا لا روش بوزاي. هاد لا روش بوزاي عطاه ترقيم اللي هو 40%. عرفتي شنو هي 40%؟ ترقيم سيء جدًا، فيه تا هو الألكول دينايت، فيه بزاف د المواد اللي هي خايبة، 40% ترقيم اللي هو سيء. كانوا مؤخرا دايرين واحد لا برومو في هاد كالين، شفتو هاد مؤخرا بزاف البنات كانوا يشريوه. باك فيه كريم سولار، فيه كريم إيدغاطونط، فيه بزاف د الحوايج. الترقيم 47%. شناهي 47%؟ يعني كديري السم لابو ديالك على قبل كريم سولار تمشي تشري انتي باك غالي وما زوينش. بصراحة موفيز افير. بالنسبة لهاد كالين، المكونات ديالو فيه هاد PEG. هاد PEG تا هو مادة خايبة. هاد PEG راه كيسهّل الامتصاص ديال المكونات اللي هي خايبة للابو، وكيتصنع المواد اللي هي سامة، 100% سامة. بالنسبة للكريم سولار التاني هو هاد الدي، خطوات الدي تا هو ترقيم اللي هو ضعيف 31%. المكونات ديالو ديجا هضرت عليهم قبل، فيه تا هو تيتانيوم، بزاف د الحوايج اللي هي خايبة. كاين هاد الكريم ديال أوسيغان، هذا oil، هذا الزيت ديال الأوسيغان تيدار بحال هكا زعما مضاد للشمس وداك الشي. هاد أوسيغان عطاه ترقيم اللي هو 42%، ترقيم هو سيء. كاين زيوت ديال الشمس اللي هي أحسن منه ورخص منه. ترقيم خايب علاش؟ فيه الفينوكسيتانول، ديجا هضرت على الفينوكسيتانول، راه مادة خايبة، مادة حافظة سامة تدير كتقيس الأعصاب ديال الإنسان. والترقيم 42%، ترقيم اللي هو سيء جدًا. فيه حتى الألكول دينيت اللي عاد هضرت عليه دابا. كاين هاد الكريم سولار ديال فوتوديرم، ديال بيوديرما، حتى هو معروف أغلب البنات كيستعملوه. هذا نيت أنا استعملته كيزيد لابو. جيبينو عاطيني ترقيم 41%، ترقيم 41%، ترقيم اللي هو سيء وضعيف. علاش؟ فيه هاد الأوموساليت، فيه الإيتاكسيل ساليسيل ديجا هضرت عليه، وفيه الPEG هداك الويت ديالو. PEG ويت راه بعد هاد الأوموساليت فلتة ديال الشمس ممكن يلعب على التوازن الهرموني ولا تراكم في الجسم. التراكم في الجسم راه خطر على سورتو على البنات. نسبة الأستروجين كيلعب فيها بزيد. بالنسبة ل الإيتيل ساليسيليت ديجا هضرت عليه تا هو مزوينش، عنده خطر على لابو. هذاك الPEG كيسهّل الامتصاص ديال المكونات الخايبة، يعني كيسهّل الامتصاص ديال المكونات الخايبة. وترقيم سيء، عطاه ترقيم اللي هو 41%، ترقيم ضعيف جدًا. بالنسبة للكريم سولار الموالي اللي غادي نهضر عليه، غنحاول ما أمكن نهضر لكم على كاع لي كريم سولار، ما نفلت حتى واحد باش أغلبية لي كريم سولار نديرهم في فيديو واحد. كاين الكريم ديال Urage. Urage je sais pas واش كتستعملوه والّا ما كتستعملوش. حتى هو كريم اللي خايب. ACM ديجا هضرت عليه، حاولت نعاود نصور كاع المكونات ديالو هاكا تعرفوا المكونات اللي هي خايبة واللي هي زوينة. كان Urage حتى هو كريم اللي هو خايب بزاف. فيه البيس بنزويل، فيه الميثيلين، فيه البيتيل، حتى هو خايب زيد. عاطيه ترقيم ديال 17%، ترقيم اللي هو سيء وضعيف جدًا. Urage جو سي با واش هضرت عليه في واش صورتو في لا فيديو والّا ما صورتوش. حتى هو عطاه ترقيم كريم سولار ديال Urage هو هذا، عطاه ترقيم اللي هو 17%، ترقيم ضعيف جدًا، جدًا، جدًا. حتى المكونات ديالو ما زويناش. بالنسبة للكريم الموالي اللي غادي نهضر عليه كيف كتشوفوا معايا، هاد لا روش بوزاي عطا ترقيم 32%، ترقيم سيء حتى هو وخايب بزاف. علاش ترقيم اللي هو خايب بزاف؟ هاد لا روش بوزاي ديجا هضرت عليه واقيلا قبل. ديجا قلت لكم لا روش بوزاي فيه الكولينيت، فيه الساليسيليت، فيه البيتيل. 40% الترقيم اللي هو ضعيف. وهادو هما الدراسات، إلا بغات شي وحدة زعما الليان ديال الدراسات اللي دارو راه نصيفطو ليها وكلشي. وحاولوا ما أمكن اللي احتاج شي كريم هضرت عليه ولا شي حاجة تقول ليا في لي كومونتير، سينو مشي لاباج زعما فيسبوك
وتصيفط ليا ان كومونتير ولا اللي كان، وغادي غنجاوبها غنقول ليها الترقيم ديالو، المكونات ديالو، تمشي هي كاع بنفسها، نقول لها أنا غير المكونات ديالو، نقول لها الدراسات اللي وقعت وتمشي تأكد بنفسها. بالنسبة للكريم هو اللي غنهضر عليه، هادو كريم آخرين ديجا سولوني عليهم البنات، حاولت ما أمكن نصورهم، نخلي غير واحد المقتطف عليهم هكذا يعرفوا des informations عليهم. كاين هاد البوم ديال لا روش بوزي حتى هي كيستعملوا البنات anti imperfection حتى هي زوينة، كيقول لكم كبارها كتشد الحبوبة وكتكرمها. حاولت نصورها. كاين هاد الكريم سولير صراحة هذا بحال غير imitation، ما عطاني عليه حتى شي information، صديق ما هضرش عليه شي حد قبل. كاين هاد الكريم سولير لاخر ديال ديزار بزاف الناس كيستعملوه، حتى هو عطاه ترقيم اللي هو سيء 55%. فيه تيتانيوم ديوكسيد، ديجا هضرت لكم عليه، تيتانيوم ديوكسيد مادة خايبة سورتو إلا مشى للجهاز التنفسي. فيه الفينيل بنزي واحد السمية طويلة سيلفونيك أسيد حتى هي مادة خايبة. هاد بنزين سولفونيك أسيد فلتر ديال الشمس، كينشوفوك أنه كيأثر على الجسم مع زعما مع المدة تيدير واحد التأثير اللي هو خايب. فيه بروبيل بارابين، بارابين ديجا هضرت عليه في الفيديو اللي فات، كنعيا نشحف عليه. البروبيل بارابين مادة خايبة ما تكون في لابو، سورتو أنا قريت عليها شي حوايج صراحة خايبين، كتلعب بالهرمونات، كتلعب بزاف د الحوايج عند النساء. دونك خطر أنها تكون في الجسم مادة حافظة كتلعب في التوازن الهرموني، وممنوعة في بعض الدول مانعينها كاع. قلت لكم كاين زيوت اللي هما زوينين صراحة، عندهم إفي زوين، مثلا هذا ديال هاد الأويل ديال هاد الزيت تا هو واقي الشمس ديال نيفيا عفوا. حتى هو زوين 79% تقييم اللي هو زوين، والمواد ديالو زوينة. كاين هاد لاخر ديال نيفيا، كيف كتشوفوا هاد الصن ديال نيفيا ترقيم تا هو عطاه إيماجين غير في لومبالاج اختلاف، نفس لا مارك نفس كلشي، اختلاف لومبالاج عطا واحد ليفي خايب. هاد لاخر ديال نيفيا هاد الصن هذا اللي كتشوفوه في البراون مزوينش. كاين هذا ديال ميكسا التقييم ديالو ما زوينش حتى هو 42. كنعرف بزاف الناس كيستعملوه سورتو ملي كيجيبوه في لا برومو في دي برومو كيجيبوه بين البنات كيمشيو يشروه، كيقول لكم كوا راه واقي شمسي واقي شمسي. ها هو الترقيم ديالو عطاه خايب 42%، ترقيم اللي هو سيء جدا. فيه الالكول دينيت، فيه الإيتيكسي ساليسيليت، والمواد ديالو ماشي آمنة 100%، ترقيم 42%، ترقيم اللي هو سيء جدًا. بالنسبة للكريم الموالي، هاد الزيت ديال ميكسا تا هو سوان سولير، تا هو واقي شمس كيدير الكور، الترقيم ديالو غزال صراحة 83%، ترقيم اللي هو جيد جدًا. 83% يعني راه زوين. فيه الألكودينات ولكن بواحد النسبة اللي هي ضعيفة بزاف، يعني ماشي نسبة اللي ممكن تأذي. وبزاف الناس كيهضروا على هاد الكريم ديال الغليف ديال بيوتي باي جوسن ديال الكوري، كريم كوري بحكم المكونات الكورية هي لي طوندونس حاليًا، أغلب الناس كيشروها. حاولت هو نجيب لكم المعلومات عليه. الترقيم اللي عطاه ما زوينش 49%، ترقيم سيء جدًا.